مع احتجاجات السكن دائما وفي العاصمة أجلت المصالح المحلية مدعمة بالقوة العمومية 20 عائلة بحي ماكودي في باب الزوار بعد أن أسقطت أسماؤهم من قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي. العائلات المقصية التي وجدت نفسها تفترش الأرض في عز الشتاء وصفت القرار بالتعسفي والمجحف، سيما وأنها قطنت هذه البيوت لأزيد من نصف قرن. الشيخ كان في الجبل 7 سنين، كيف رات القراج قالني عندهم ولية مرمية، جابني لهنايا، جاو هو وجارنا فتحوا هنايا ودخلوا وجاوا ليهم وقالوا لهم اسكنوا، طاولوا لهم وقالوا لهم اسكنوا، ما خرجوهم سما، قالوا لهم اسكنوا. 18 يوم هو مبليسي في الجبل يغز الحشيش يمس الضرب، ومن بعد الجواد ما داوش للسبيطار، داوا له هكذا يقولوا له الاخر بالموت. خلاص واش نهضر؟ أجيك واحد ما يتهم. أنا مش كيما الآخر ها. أجي شفت ها. الله قال لي ما بدك تستيش، هذه ما بدك تستيش والو. والو. ما تعبتين. والو. والله. نودي بلاصتها خير قلت لهم لا. نجم ندي في لعب، نجم ندي في فرد، نجم ندي في مفتاح ما ولا. أنا كنت بيها. تسببت انهيارات صخرية سجلت اليوم بمضيق الشفا في غلق الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين المدية والبليدة لمدة فقط ساعتين ليتم إعادة فتح الطريق تدريجيا عقب تدخل أعوان مديرية الأشغال العمومية وإزاحة الصخور. من وسط البلاد إلى جنوبها وعزلة تامة وافتقار لأدنى ضروريات الحياة هو وضع قاطني قرية الزغامرة بولاية بشار الذين خرجوا في وقفة احتجاجية انتفضوا من خلالها ضد ما أسموه بتهميش السلطات المحلية. الصورة كاملة في تقرير مصطفى عثماني. من هنا تبدأ معاناة سكان الزغامرة بمنظر التهافت من أجل الحصول على الخبز والحليب. قرية ضاق سكانها ذرعا بالظروف الصعبة المعاشة ليقفوا نساء ورجالا احتجاجا على حالهم مطالبين السلطات المحلية بإدراجهم في الأجندة التنموية. يجينا حقنا ماذا بهم من بشار، يجينا للزغامرة قرية الزغامرة يعطيونا حقنا. شوف الرملة واكلتنا كل شيء، راح ما عندنا حتى حاجة كالناس. احنا محقورين، ولادنا محقورين، الخدمه ما يعطيوهاش لولادنا. المير كي تروح له يقول لك ما عندي ما ندير لك، شاف دايره يقول لك ما عندي ما ندير لك، الوالي يقول لك ما عندي وين نمشيو حنا الله يرحم والديك. استنكر سكان القرية على المعاملة التي تلقوها من قوات حفظ النظام التي حاولت تفرقة المحتجين. احنا كي طلبنا الحقوق نتاعنا طلقوا علينا الصاعقه اخويا، الوالي بعث لنا الصاعقه. انتم الشعب اللي طلبوا الحقوق، انتم الشعب اللي طلبوا الحقوق. تيراوا تحتنا ما عنديش رجلين حتى باش نوض ما عنديش رجلين. ما كانش من هذه. تقول لها يا جماعه، تقول لها في انفسكم يا جماعه، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. مشقة، لا مبالاة وتعب، تلك أبسط المفردات المعبرة عن الواقع الاجتماعي التنموي لقرية الزغامرة التي ينتظر سكانها بفارغ الصبر المشاريع التنموية لرفع هذا التهميش الذي دام سنوات طوال.